انت بتتولد وبتعيش لك 20 30 60 80 100 سنة، وبعد كده بتموت. وبحسب كل الآيات والأحاديث اللي بتتكلم عن مرحلة ما بعد الموت، الكلام ده لو انت مسلم طبعا، بتقول ان الإنسان بيفقد الإحساس بالزمن مؤقتا طول الفترة دي. يعني ممكن يعدي سنة 10 100 1000، ربنا وحده اللي عارف القيامة امتى. وبعدها هترجع تصحى تاني وتفتكر انك نمت شوية وصحيت، وبعد كده بعد ما تصحى يعني هتعيش حياة معلش انا هضطر اقطع هنا عشان اليوتيوب ما بيسمحش برفع الفيديوهات اللا نهائيه المده. الله، طب ده معنى كده ان الموت مش النهايه ولا حاجه، ده مجرد مطب على الطريق اللي بدا من حياه الانسان الاولى لحد الخلود اللانهائي. يبقى اكيد الناس بتخاف من الموت لسبب تاني. في ناس بتقول لك انا خايف اموت، هسيب ولادي لمين وهيعملوا ايه من بعدي؟ اقول لكم خبر حلو، انتوا هتموتوا، ولادكم هيموتوا، ولاد ولادهم هيموتوا، ولاد ولاد ولادهم هيموتوا، بس مش ده الخبر الحلو. الخبر الحلو هو انكم هتتجمعوا تاني بعد البريك القصير ده باذن الله، وتفضلوا مع بعض الى ما لا نهايه من غير فراق. ناس تانية بتقولك انا خايف اموت عشان مش مستعد اقابل ربنا، او وقت ما اموت ساعتها ممكن اكون مش مستعد اقابل ربنا. الله، طب ما احنا فيها اهو، ما تستعد، ايه اللي منعك؟ انا عارف انك شويه ماشي صح وشويه غلط، بس طول ما فيه روح تقدر ترجع قبل فوات الاوان. اوعى تكون من الناس اللي بتبيع كل ده عشان الشويه دول. الناس بتبص للعمر على انه عمال يخلص، وان كل نفس بيطلع ما بيرجعش تاني، وخايفين من الموت كانه النهايه الحزينه. مع انك لو حسبتها صح هتكتشف ان الموت ده هو نقطة انتقالك من سجن الدنيا للحياة النهائية اللي هتجتمع فيها بكل أحبابك، بعيد عن الهموم والابتلاءات والمنغصات والمتع المنقوصة تقلبات الزمن. وصدقني مش هتفرق خالص الطريقة اللي هتتنقل بيها من السجن ده للحرية دي. اللي هيفرق فعلا هو ايه اللي بعد الموت، وده ربنا اعطانا الخيار اننا نختاره بنفسنا. ايوه، يعني انا كده استفدت ايه؟ يعني اعمل ايه دلوقتي؟ بسيطة، 3 حاجات. 1، وحد الله ولا تشرك به شيئا. 2، لو عندك حقوق للناس ردها واطلب منهم العفو والسماح. 3، عندك كبائر او ذنوب بطلها واطلب من ربنا المغفرة. بس كده، شفت بسيطة ازاي؟ لو عملت ال3 حاجات دول مش هيبقى عندك سبب تخاف من الموت. كفاية تعرف انك رايح للي احن من الام على طفلها. وخليك دايما فاكر الحديث ده، من احب لقاء الله احب الله لقاءه.